اهلا بكم. مباراة بعنوان الاهلي محظوظ وشبيبة القبائل منحوس. الاهلي هرب من هزيمة كارثية وربنا ستر. اسئلة سريعة هنوصف بيها وضع الاهلي. واحد، هل مدرب الاهلي بيخاف؟ تاني مباراة في افريقيا تحس ان الاهلي بيداري مشاكله، مش رايح يلعب كورة، مش رايح يكسب. ماتش يانج افريكانز وماتش النهاردة، ماتشين لولا شوبير كنا خرجنا من بطولة افريقيا. اتنين، هل في مشكلة بدنية؟ زيزو تريزيجيه إصابة عضلية بالخلفية، وباقي الفريق بعد الدقيقة 60 كل واحد بيدور على اللي حواليه عشان يتسند عليه. هنا لازم نعرف بتوع الأحمال والمعد البدني بتعملوا إيه؟ تلاتة، هل ده مستوى بين رمضان وبن شرقي وغيرهم؟ النهاردة بن رمضان كان بيعمل حاجات غريبة، ومحمد هاني وطاهر وكوكا. اللعيبة دي لو جبت حد أول مرة يشوفهم أو يشوف فريق الأهلي هيقولك دول ما ينفعوش يلعبوا كورة بالشكل الغريب ده. هنمشيها اجهاد. أربعة، إيه حكاية الباك الشمال؟ معقول عندك لاعب دولي اشتريته اسمه يوسف بالعمري ولسه بتلعب بكوكا وبتطلع كوكا وبتنزل مكانه كريم فؤاد اللي هو أصلا باك يمين؟ في حاجة مش منطقية. بالمناسبة كريم فؤاد عمل ماتش حلو قوي النهارده في الفترة اللي نزل فيها. لعيب راجل، تحس إن هو أول ماتش ليه بعد إصابة يمكن فترة كبيرة، بعد سنة أو أكتر. تحس إن هو أصلا بيلعب بقاله فترة كبيرة. خمسة، ليه طاهر لعب جناح شمال في ظل وجود بن شرقي في الملعب؟ لما تريزيجيه اتصاب انا قلت هينزل طاهر، ينزل في ناحيته اليمين عادي جدا في مكانه، وياخد بن شرقي يحطه مكان تريزيجيه في مكانه الطبيعي. ده ما حصلش. تعال بقى نتكلم فني. اللي فات ده كله كلام اعلام. اتلعب على الاهلي 20 كوره من جوه البوكس، 15 ومن بره البوكس 5. ال 20 دول منهم 6 بين الثلاث خشبات، 5 صدهم شوبير وواحده جت في العرض. اتلعب كمان على الاهلي 7 ضربات ركنيه، واتلعب كمان 30 كرة عرضية، مهرجان عرضيات، منهم 13 كرة عرضية خطيرة. كل الكلام ده معناه ايه؟ معناه حاجة واحدة، ان انت مش قافل الملعب ولا بتعمل ضغط على اللي بيحاول يوصل للمرمى بتاعك. يعني مش دفاع، يعني وقفة تسمى في الكورة وقفة تعب. سايب مساحات، واللي عايز يجري براحته بيرفع يشوط يرقص يعمل اللي هو عاوزه. المفروض ان مركز بن رمضان كان 8، ما كانش المركز ده شغال اساسا. الاهلي عمل هجمه منظمه واحده تقريبا في الدقيقه 39. يعني ايه هجمه منظمه؟ يعني كوره من الدفاع للنص للهجوم في محاوله انك تجيب هدف. دي كانت في الدقيقه 39 مش في الاول تقريبا. وقفت التحولات اللي كان بيعتمد عليها النادي الاهلي بسبب غياب ثلاثي التحولات الخطير زيزو تريزيجيه وامام عاشور. طب وايه كمان؟ الاهلي رغم انه بيلعب فريق بيعمل ضغط عالي عليك وفي ظهره مساحات بالجمله وخط دفاعه بيغلط وانه يطلع كوره، وحصل شفناه في اكتر من لقطه، الا ان الاهلي ما استغلش كل الكلام دوت. حصلت قفل. شوف معايا كده حصل ايه في الملعب. هي دي ظروف الفرقه في الوقت الحالي. هنشوف ازاي الجهاز الفني هيتعامل مع الموقف. لحد دلوقتي الاهلي اول مجموعته في افريقيا، والحزم على صداره المجموعه هيبقى في القاهره مع الجيش المغربي. وبالنسبه للدوري الاهلي في وسط الاربعه الكبار للمنافسه على الدوري. في مشاكل فنيه كتير ملحوظه جدا في الملعب، محتاجة حلول سريعة. لكن لو ما حصلتش الحلول بالشكل الفني للأهلي في الملعب احتمال يبقى موسم صفر. ده كان تحليلي لمباراة اليوم. لو الفيديو عجبك رجاء لايك وشير، واستناني في تحليل جديد إن شاء الله.